أسجد بسرعة قبل أن يرتد إلي طرفي، قبل قدمي، مرغ شفتيك وشم بالأنف، فأنت لا شيء في حضرة الشريف منفي. هلموا تقدموا واحدا واحدا إلى الألف، سحقا لكم يكفي. تقبيل اليد سلوك عرفي، احتراما للأب لا لشيخ صوفي، يزعم أن له طاقة خارقة كلوفي، وأن في داخله سرا مخفي يحيي القلوب كماء جوفي. قد بات المغربي عالقا بين درقاوي وكوفي، وبين ضريح يطمع في عجل وخروف، وراق دجال متلاعب بالحروف، وخطيب يردد من الكلام المألوف، لا يأبه بالوعظ بل بإقامة الصفوف. تالله إن إسلامنا بلغ مرحلة الخسوف، اتخذوه بابا لثروة ومصروف، هبات وأعطيات تتناقل بين الكفوف، ترسلها الدولة في ظرف مغلف ملفوف، لإقامة طقوس يخجل منها حتى أهل الكهوف، سحر وشرك وقرع للدفوف. أبهذا يسعى المغربي لتحسين الظروف، أم بتعليم همش نسي على الرفوف؟ تالله إن البصائر عمياء كعين المكفوف. آخنوش العالم كله مصدوم مدهوش، وأنت بعطلتك تبعثر الدراهم والقروش. أما رأيت البحر قد صار بلون الطربوش؟ آخنوش جلست مع وزرائك تتفرجون من أعلى العروش، لا بلاغ ولا بيتاس ولا حتى تحريك رموش. تالله إن حكومتكم فنكوش في فنكوش. أردنا استقالة آخنوش، لا كلاما إسبانيا أضفيتم عليه بعد الرتوش. يا مغاربة احذروا من أبناء البرتوش، الصفحة جزائرية حساب مغشوش، صاحبها يضحك عليكم ووجهه بشوش، غايته الإساءة لمن على الدرهم منقوش، كي يصبح المغرب واهنا منفوش، ما بين محتج ومناضل يختبئ الهيبوش. نريد الصحة والتعليم ومستقبلا بالورد مفروش، لا انقلابا وتخريبا وجثة تحمل فوق النعوش. من يحرق أو يخرب فاسد لا فرق بينه وبين أصحاب الكروش، المخرب مجرم حتى ولو كان صغيرا بين ساقيه لكوش، بل وحتى ولو كان تخريبه بضع خدوش. التصدي لهؤلاء واجب ولو اقتضى الأمر بالخرطوش، فهم أعداء الوطن وخدام بن بطوش. يا له من خزي ومدلة، رجل يحمل أمه المعتلة، وشاب ترك كرسيه وانسل بعدما تفكك الحاجز وانحل. هاجروا إلى الأراضي المحتلة، نزلوا تباعا من فوق التلة، بخطوة مضطربة مختلة، قطعوا البحر والرئة مبتلة. هل تراجعوا هل ترددوا؟ كلا، صغارا كبارا كل من في السلة، لم يبق في المغرب سوى قلة، كأن من خلفهم السيف استلا. يا له من خزي ومذلة، رجل يحمل أمه المريضة المعتلة، وشاب ترك كرسيه وانسلى بعدما تفكك الحاجز وانحل. هاجروا إلى الأراضي المحتلة، نزلوا تباعا من فوق التلة، بخطوات مضطربة مختلة، قطعوا البحر والرئة مبتلة. هل تراجعوا هل ترددوا؟ كلا، صغارا كبارا كل من في السلة، لم يبق في المغرب سوى قلة، كأن من خلفهم السيف استلا. فما السبب وما العلة؟ أطاعون في المغرب قد حل، أم اقتصاد البلاد فجأة شل؟ كلا، الساسة اقترفوا زلا، بخروا الثروات والغلة، باعوا الشمس والأرض والظل، واشتروا سيارات وفيلا، زرعوا في الشعب حقدا وغلا، أبعدوه عن الدين والملة. أغلق فمك وإلا.